هذا الحديث الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كنز فوائد. فقد قال العرباض بن سارية رضي الله عنه: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء في بعض الروايات ما يدل على أن هذه الموعظة كانت بعد صلاة الفجر. وأخذ منها العلماء أنه يشرع للعالم والواعظ أن يعظ الناس بعد الصلاة على أن يتخولهم بالموعظة، فلا يثقل عليهم فيعظ بعد الفجر ويعظ بعد الظهر ويعظ بعد العصر وغدا كذلك وبعد غد كذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخول الصحابة. انظروا يا إخوة، المتكلم من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي آتاه الله جوامع الكلم، والمخاطب من؟ صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين كادوا أن يقتتلوا على وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كان يتخولهم بالموعظة مخافة السآمة عليهم. فيشترط في الموعظة أن يراعي الواعظ حال السامعين فيختار الوقت المناسب. فإذا كان الفجر يشق على الناس فلا يحرجهم ويقوم ويتكلم فيتحرجون من الخروج، وإذا كان العصر يشق على الناس فلا يحرجهم. وهذا من آداب الوعظ أن يتخول الناس بالموعظة حتى لا يسأموا ويملوا فيكثر فيملوا، أو يلقي عليهم في وقت لا يناسبهم فلا يستفيدوا. قال: وعظنا. والوعظ هو النصح والأمر بالطاعة، هو النصح والأمر بالطاعة. وقد يطلق الوعظ على التخويف والتذكير بما عند الله. الأصل في الوعظ أنه النصح والأمر بالطاعة والوصية بالطاعة، وهذا المعنى العام. وأحيانا يطلق الوعظ بمعنى أخص وهو التخويف، يعني أن يعظ الإنسان الناس بما يخوفهم ويلين قلوبهم ويذكرهم بما عند الله من ثواب أو عقاب، فتسمى موعظة. وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة، وفي رواية موعظة بليغة. ومعنى بليغة أنها موعظة تامة في لفظها وحسنها وما فيها، فهي بليغة من جهة البلاغة وبليغة من جهة المبالغة. بليغة من جهة البلاغة فهي بليغة في لفظها، والبلاغة ضابطها تحصيل المقصود بالكلام مع فصاحته. ضابط البلاغة في الكلام تحصيل المقصود من الكلام مع فصاحته، فهذا الكلام يقال إنه بليغ. ولا شك أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم كله بليغ، يحصل المقصود مع فصاحة الكلام وعذوبة العبارة، يلذ للسامع ويقر في القلب إذا لم تكن هناك موانع. وبليغة أيضا من المبالغة، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم بالغ في تحسينها
وفي جمعها للخير، موعظة بليغة وجلت منها القلوب، أي خافت القلوب وخشعت، وذرفت منها العيون أي دمعت العيون. والحظ هنا يا إخوة، الحظ يا أخي هنا أن العرباض رضي الله عنه قال وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فبدأ بالقلوب ثم بين حال العيون. لماذا؟ لأن بكاءهم صادق مبني على خشوع القلب، فخشع القلب فذرفت العين. وهذا يا إخوة يدل على زكاء قلوب الصحابة وعلى صفاء قلوبهم، وأنهم لما سمعوا الموعظة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلت قلوبهم وخشعت وذرفت عيونهم ودمعت لوعظ رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع،